أهلا بيكم في استكشاف جديد معانا النهاردة. اليوم هندخل في تفاصيل قصة فريدة بعنوان مغامرات الجرادة ملحة، مكتوبة بالدرجة المغربية، ودي لهجة مميزة جدا بتدي الحكاية طابع خاص قوي. القصة دي عن جرادة اسمها ملحة، طموحاتها كانت أكبر بكتير من حياة الجراد العادية. هدفنا النهاردة نتبع رحلتها ونفهم التغيير الكبير اللي حصل لها. والمثير للانتباه فعلا من الأول هو إزاي القصة بتبدأ وملحة دي بتسمع بالصدفة الناس بيتكلموا عن مشكلة الجراد وتأثيرهم بقى على الزراعة وكده. اللحظة دي بالذات هي اللي زرعت جواها فكرة التمرد والبحث عن طريق تاني خالص، وده اللي أسس لرحلتها اللي بصراحة غير تقليدية بالمرة. بالظبط، هي رفضت تمشي في السكة المعروفة للجراد. مش بس رفضت، لا، دي خدت خطوة جريئة. جمعت أصحابها الشجاع منهم وعملوا فريق عشان يستكشفوا المجهول. والأهم إنها ما رضيتش تفضل حتى في أماكن حلوة زي الغابة المليانة ورد دي. كانت حاسة إن في شيء أعمق مستنيها، هدف أكبر من مجرد الأكل والبقاء. تمام. وده بقى بيطرح سؤال مهم جدا، فكرة إن الواحد يخرج عن المألوف، يتحدى الدور اللي المجتمع أو حتى الطبيعة فرضاه عليه. الموضوع مش بس جرادة ثابت مكانها، لأ، ده رمز لأي حد بيختار طريق مختلف عن اللي متوقع منه. إزاي كائن حتى لو بسيط ممكن يكون عنده الإرادة دي لتغيير مصيره ومصير اللي حواليه؟ القصة بتخلينا نفكر في ده. صحيح. ونقطة التحول الكبيرة بقى بتيجي لما ملشة وأصحابها يلاقوا وعصفور صغير كده كان عالق في شجرة ومتألم. هنا بقى الاختبار الحقيقي. العصفور ده ممكن الجراد يشوفوا كائن مختلف أو حتى عدو، بالظبط. لكن هم تجاوزوا الفكرة دي، قرروا يساعدوه ويحرروه. دي لحظة تعاطف غير متوقعة خالص. والمدهش فعلا في حكاية إنقاذ العصفور دي مش بس كسر الحاجز بين أنواع مختلفة، لأ، الأهم هو إزاي اللحظة دي بالذات، العمل غير المتوقع ده، هو اللي حول مهمة ملحة من مجرد خلينا نقول استكشاف ذاتي وتمرد فردي لفهم أعمق لقوة التعاون غير المشروط. ده درس ما كانتش هتتعلمه لو فضلت في عالمها القديم. ولما العصفور انضم ليهم بعد ما أنقذوه، ده جسد التحول ده وسع أفق المجموعة كلها. فعلا، الرحلة استمرت وكانت مليانة مفاجآت. وصلوا لتحدي جديد، صعود جبل عالي قوي. ولما وصلوا القمة شافوا منظر بانوراما، آه منظر ساحر للبلاد كلها تحتيهم. في اللحظة دي، لحظة التأمل دي، ملحة أدركت بوضوح إن رحلتها ما ينفعش تنتهي هنا. لا، لازم ترجع، لازم تشارك باللي شافته وتعلمته. مش بس تحكي حكايات، لا، دي دروس ممكن تلهم مجتمع الجراد كله. هنا بقى بنشوف الهدف بيتغير إزاي بشكل جذري. الرحلة ما بقتش مجرد مغامرة شخصية عشان تلاقي معنى أو مكان جديد، لا، دي بقت رسالة ومسؤولية ناحية مجتمعها. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر، التجربة الفردية دي لما تكون مليانة معنى وتعاطف ممكن تتحول لمحرك تغيير جماعي. ملحة نفسها نضجت وتجاوزت فكرة نفسها بس. ولما رجعوا لمكانهم الأصلي ما عملوش زي ما الواحد يتوقع، يقعدوا يحكوا بطولاتهم وخلاص. لا، ملحة بدأت تطبق الدرس الكبير اللي اتعلمته. راحت تتكلم مع الجراد التانيين وطرحت فكرة نقدر نقول ثورية. بدل ما ندمر المحاصيل ونعيش في الصراع دايم مع المزارعين، طيب ليه ما نتعاونش معاهم؟ ليه ما نبقاش جزء من الحل بدل ما نكون المشكلة؟ وده هو التحول الأساسي والمبتكر جدا في القصة دي، الانتقال من إنهم مجرد آفة في نظر الناس لاقتراح دور جديد كحلفاء للمزارعين، ممكن يساعدوا في حاجات تانية أو بطرق إحنا مش متخيلينها. دي دعوة صريحة عشان نعيد التفكير في العلاقات اللي ممكن تبان كأنها صراعات أبدية. القصة بتقول إنه حتى أعمق الخلافات ممكن نلاقي فيها أرضية مشتركة لو بس غيرنا زاويتنا. أيوة، هي دعوة لتغيير الرواية نفسها. القصة ما بقتش عن البقاء وبس، بقت عن إمكانية إن الكل يزدهر لما نلاقي أرضية مشتركة غير متوقعة. وفي النهاية بقى ملحة وأصحابها دول مش مجرد أبطال أو قدوة للجراد وخلاص، لأ، هم جسدوا بشكل عملي إمكانية التغيير الحقيقي والتعايش الإيجابي. برهنوا إن الصراع ممكن يتحول لتعاون، وإن الأعداء ممكن يبقوا شركاء. وده بيسيبنا مع فكرة مهمة نفكر فيها بعد ما خلصنا استكشافنا النهاردة. إزاي نتحدى التوقعات المفروضة علينا، سواء كأفراد أو كمجتمعات،
ممكن يفتح الباب لتحالفات ما كانتش في الحسبان أصلاً، وإزاي ممكن يقودنا لحلول مبتكرة لمشاكل قديمة وبقالها كتير تبدو مستحيلة. يا ترى إيه هي العصافير العالقة في عالمنا اللي إنقاذها ممكن يغير مسارنا للأحسن؟